حرانه وعايزه تعملي حاجه حلوه سريعه واقتصاديه كده وما تاخدش معاكي وقت وترتب على قلبك في الحر اللي احنا فيه ده، يلا بينا نبدا. بسم الله ونصلي على الرسول. اول حاجه كده كان معايا نص كيلو من اللبن الحليب، حطيته كده وسبت ربع كوبايه كده على جنب احتاجها في الاخر. وبعد كده معايا بقى كيس من الكريم كراميل كده، هو جاي مقلباه كويس جدا، وبعد كده هو جاي نازله عليه بالنار لحد لما يسخن ويخش في الغليان كده، وهو جاي بقى جايبه الكبه بتاعتي وهضيفه في الكبه. وبعد كده هو هجيب اي نوع بسكوت ساده انتوا بتفضلوه وتحبوه، 3 اكياس. انا استخدمت كيسين دلوقتي هضربهم كويس جدا مع بعض. انا استخدمت نواعم بصراحه لانه حلو جدا ولذيذ، كلنا طبعا عارفين الطعم بتاعه الجبار. وبعد كده هقوم جايه ضربه بقى في الكبه لحد لما يبقى ناعم ويوصل للسمك كده. انا بقى شايفاه كده خفيف، هقوم جايه ضايفه عليه الكيس التالت كده. انا ضفت 3 اكياس، هقوم جايه ضربهم كويس جدا مع بعض لحد لما ينعموا ويوصلوا للسمك كده. هقوم جايه جايبه بقى الاطباق بتاعت التقديم، ممكن تحطيها في صينيه كامله وممكن تحطيها في اطباق تقديم كده زي ما انت شايفه، كل واحد ياخد الطبق بتاعه. وبعد كده هقوم جايه ضايفه نص الكميه بتاعت الكريم كراميل، وهقوم جايه اي نوع بسكوت محشي من النص، وهقوم جايه حاطاه كده واحده في كل طبق. وبعد كده اقوم جاي نازله بقى بكميه الكريم كراميل الباقيه لحد لما اخلص الكميه بتاعتي كلها وما اسيبش ولا فرفوته. وبعد كده اقوم جايه اعدل الوش بتاعي كده اسويه لو هو مش متساوي، وبعد كده اسيبه بقى على جنب على الرخامه كده زي ما انتم شايفين لحد لما احضر الشوكولاته بتاعتي. وكان اللبن بتاعي اللي انا كنت قايله لكم سيبوه، سخنته غليته، وبعد كده اقوم جايه ضفت عليه كيس من الشوكولاته الخام لحد لما ساحت بالشكل دوت. وبعد كده نزلت عليها بالاطباق بتاعتي، وعلى الوش بقى حطيت بسكوتايه كده. وبعد كده هسيبها بقى في الفريزر لمده نص ساعه، وكليها بقى ودوقي الحلاوه والجمال والطعامه. بصراحة يعني هفضل اقول فيه اشعار كده من هنا لحد بكرة، لانه الشوكولاتة سايحة كده وهو كريم كراميل ساقع، وحاجة كده في الحر اللي احنا فيه ده كده ساقعة، يا تحفة تحفة تحفة. يعني اكاد من فرط الجمال اذوب بجد. تحفة، اتمنى تجربوه واكتبوا لي في التعليقات بتتابعوني من اي بلد جربتوه قبل كده ولا لا، ولو ما جربتوش قومي اعمليه حالا لانه بجد يستاهل واقتصادي وتحفة جدا. واشوفكم في تكه جديده وتركه جديده مع نونا، واعملوه بالهنا على قلبكم.